السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتبدأ حلقتنا ومنيش بيقول ان هو كان مفكر ان شارو بنت عاقلة جدا، لكن طلعت غير ما احنا مفكرين. وبعدين الكاهن جاي يمشي فبيقول له ارمان استنى شوية، شارو اكيد هترجع. قال له حتى لو رجعت فالوقت الميمون للجواز هو عدى خلاص. وبعدين بيلاحظوا ان في ورقة في ايد كريش، واول ما بيشوفوها بيلاقوا مكتوب عليها ايام سوري، وان هي مش هتقدر تكمل. وبعدين وبيقول مش معقول كل قلة التقدير دي لحب ابني، ده مش ممكن. وبعدين بيقول اتهمتم حفيدي أبير قبل كده ان هو بيلعب بمشاعر بناتكم، واللي بيحصل دلوقتي ده ايه؟ كافيري بتقوله ان هي برضو مسكينة، وبعدين هي ما كانتش متأكدة بشأن أبير واحنا اللي ضغطنا عليها. فبيقولها مانيش دلوقتي مسكينة، ولما كانت أبيرة بتعمل أي حاجة كانت بتبقى غير منضبطة ومش واعية للي هي بتعمله. انتي يفرقوا عليكي النفاق وبعدين اخدتيه كله ما فرقتيهوش على الناس كلها. وبعدين دلوقتي بتقولي على حفيدتك مسكينة، وبعدين هتبقى مسكينة ازاي وهو اساسا ابنكم عمل كل ده في بنتي. وبعدين بتقوله أبيرة انه بلاش يلوم ارمان على فعل اخته، وبلاش نلوم اي شخص هنا لحد ما نشوف شعره فين. وبالرغم من كده ان اللي حصل غلط، ارمان بيعتذر عن اللي عملته شاره وبيقول ان اللي حصل غلط كبير، وانه النهارده كان هيتم زواج ابهير. وبعدين بيجي ابهير وبيقول ان زواجه بالفعل تم. كلهم كده متنحين، تم من مين يا عم انت؟ وفجأة بتظهر كيارا وهي ماسكة ايده ولابسة الاكليل، واتجوزت ابهير. طبعا الكل مصدوم، وجري ارمان على كيارا وبيقول لها وانت بجد اتجوزتي يا بير؟ فبتقول له ان هي بتحبه، وبعدين ربنا دلوقتي ادالها حبها اللي هي بتدور عليه. بيقول بقى ابهير ان كيارا قدرت حبه، وان هو كان بيحب شارو، ولحد دلوقتي هو لسه بيحبها، لكن هو قرر ان هو يتجوز كيارا. فبتقول له انت بكده خدعت العيلتين، ايه اللي انت عملته ده يا ابهير؟ قال لها دي حياتي يا ابهيرة ومش لعبة، وهي لعبت بيها كتير، حابة بترفض وحابة بتوافق. وبعدين جاي بيزعق معاه، وبعدين فجأة بيلاقوا كافيري وهي بتولع النار وبتجيبها لهم وبتقول لهم يلا خدوا واعملوا الطقوس الأخيرة لسعادة عيلة بودار. وبعدين بتقول لهم انتوا الاتنين كنتوا متحمسين اكتر لجواز أبهير وشارو وانتوا اللي أقنعتونا. وبدأت إن هي تلومهم هما الاتنين، وتلوم أبهيرة بالأخص. وبعدين بيقول لها أرمان شارو اللي هربت من البيت ومن منصة العرس. بتلومي أبهيرة ليه؟ قالت له صح عندك حق. ألوم أبهيرة ليه؟ أنا المفروض إن أنا ألومك أنت، علشان كان غلطي أنا يوم ما جبتك للبيت هنا. وقالت أنا عملت لك أكبر معروف في حياتك يا أرمان، واتضح إنك أنت ناكر للمعروف، ما قدرتش إنك أنت توفي بعلاقة واحدة في حياتك. أنا بشفق على ابن بدون أم جبتك هنا للبيت. أبهيرة بقى قاعدة عمالة تفتكر كل الأحداث اللي فاتت، بس مش قادرة ترد عليها دلوقتي لأن هي لسه مش متأكدة من حاجة ومش عارفة حاجة. وقالت انت ما قدرتش انك انت تطلع فدية من السجن في الوقت المحدد، مش عارف تكون زوج ولا عارف تكون ابن ولا عارف تكون اخ. أبيرة وقفت لها وقالت لها وقفي انك انتي ترمي الوحلة على حياة أرمان، لو حصلت اي مشكلة لازم تجيبي الابن الشرعي والابن الغير شرعي. بتفكري أرمان بوالدته الحقيقية وأرمان مش بيرد عليكي، مش معنى كده ان هو مش قادر يرد، انتي عمرك ما فكرتي مرة واحدة في مشاعره. فبيقول لها أرمان هي غاضبة دلوقتي، قالت له هي كل ما بتغضب بترمي غضبها عليك انت، مش بتعتبرك حفيدها، بتعتبرك كيس الملاكمة اللي في البيت اللي كل ما تبقى غضبانة تنفذ غضبها عليه. طبعا هي مش قادرة ترد عليها، بس قالت لها هنتكلم في الموضوع ده بعدين. وجه دور أبهير، فرد عليها أبهير وقال لها انه مهما قلتي خلاص انا اتجوزت. وبعدين قالت له انت لما جيت كنت بتتصرف بوقاحة مع جدي، وانا قلت كل ده بسبب احداث الماضي، بس احداث الماضي احنا مش هنفضل نرمي عليها اللي احنا بنعمله. انت حولت الزواج لمسحة وده غير مقبول، وبجوازك من كيارا انت دمرت حياة 3 اشخاص، دمرت حياتك وحياة كيارا وحياة شارو كمان معاها. فقالت له كيارا ان يلا بينا نمشي من هنا، لان مفيش حد هنا هيقدر ان هو يشوف علاقتنا. وقعت منيشة على الارض، طبعا بنتها الوحيدة اتجوزت بالشكل دوت، وده كان تصرف غير مقبول. طلعوا يجروا منيش بقى وبقية العيلة ورا أبهير. راحت أبهيرة علشان تشوف أرمان وسألها إذا كان في أي حاجة عن شارو، وهي سألته لكن مفيش. وبعدين بيقول لها إن انت دلوقتي هتروحي البيت، قالت له مش عارفة لو رحت البيت هتحصل دراما مرة تانية ومش قادرة أشوف أنا اللي بيحصل دوت. دخلت في حضن أرمان والاتنين بيرموا همومهم ووجعهم على بعض. وبعد كده بيجي تليفون لأرمان
مداف بيتصل بأرمان وبعدين بيسأله هل عرفت مكان شارو، فقال له ان هو عاوزه دلوقتي. سألته أبهيرة وقال لها ان بابا عاوزني دلوقتي وانا هروح اشوف فيه ايه. واول ما دخل أرمان على البيت ظهرت شيفاني، وبعدين اول ما وصلت للمكان قالت انا ليه حاسة ان انا جيت هنا قبل كده. وبعدين بدأت تفتكر الأحداث اللي حصلت معاها يوم الزفاف. وهي واقفة وبتفتكر فجأة لقت كافيري كمان واقفة قدامها، وأول ما شافتها سابت الشنطة وطلعت تجري، ركبت العربة وجريت. راحت أبيرة وراها، سمعتها وهي بتقول إن أم أرمان كانت هنا. راحت هي كمان طلعت تجري وراها. أرمان شاف الشنطة وسأل بتاعت مين. فدية قالت له أكيد هيعرفوا بعد كده هي بتاعت مين، تعالى معايا دلوقتي. خايفة ومرعوبة شيفاني من كافيري اللي بتجري وراها. وبعدين أبهيرة بتتصل بأرمان وبعدين فكرت أنا هقول له إيه دلوقتي. قطعت الاتصال. فبعدين بتقول له فدية أبهيرة كانت بتتصل وقطعت الاتصال، خلاص ما تتصلش بيها تاني. وبعدين هي واقفة وبتحاول ان هي تشوف اي حاجة، لكن كافيري وقفت العربة وما لقيتش فيها شيفاني. شيفاني من خوفها نزلت من العربة وكافيري ما اخدتش بالها. وبعدين فدية عمالة توقع ما بين أبهيرة وأرمان وبتتكلم بالسوء عن أرمان، وهو عمال بيحاول يتصل بيها وهي عمالة تقوله انساها وما تفكرش فيها مرة تانية، دي بتلعب بمشاعرك. وبعدين اتصل بيها تاني مشغول. بتقوله انت بتتصل وهي بتنهي المكالمة، يعني هي عايزاك انك انت تفضل تجري وراها يا ارمان. وهو برضو عمال بيحاول. هي ركبت في شنطة العربية بتاعت كافيري، وكافيري سمعت صوت تليفونها وهو بيرن. وبعدين قال ان هو قلقان على أبهيرة، اكيد هي في مشكلة دلوقتي، وقال ان هو هيوصل لها عن طريق ابوه، يعرف موقعها فين بتليفونها. شيفاني وهي ماشية في الشارع فجأة بتظهر عربية قدامها، ونزلت من العربية كافيري ووقفت قدامها. وأبهيرة واقفة وشايفة كل ده. في الأول ما كانتش شايفة وش شيفاني. وبعدين طوت ايديها كافيري وقالت لها ارجوك يا شيفاني امشي من هنا، هديكي فلوس، هديكي فلوس اكتر ما انتي عاوزة، بس بعيدي عن مضاف وعن ارمان. بصت لها وقالت لها مضاف لسه عايش، وارو فين؟ فهي افتكرت اركيه وعرفت ان هو ده مش ابنها، وحاولت ان هي تفتكر. قالت لها هو مضاف عايش؟ انا عايزه اقابل ارو وعايزه اشوف مضاف. فراحت قالت لها انتي شكلك كده مش هتيجي بالحب، لكن انا مش هشرح لك بالحب. لو انتي ما اختفتيش انا هعمل فيكي ايه. طلعت تجري أبهيرة علشان تكلم أرمان في التليفون، واختفت عن عيون كافيري وشيفاني. وبعدين فجأة بعد ما كلمت أرمان وعمالة تحاول تشد الوشاح بتاعها، ساعتها كانت شيفاني هتقع على الأرض، بيظهر أركيه وبيشيلها، وطبعا هي أغمى عليها. عبال بقى ما أركيه شالها ومشي بيها، كان الوشاح بتاع أبهيرة سلك وطلعت بره، ولا لقت كافيري ولا شيفاني.